قناة خضر إسماعيل تقدم يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا نهر يجري في حالي غير لي أحوالي يا عشاق بتجمعنا بالحب ساكنها بالحب سكناني اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي اللي بنى مصر كان ولد مجدع فتوة حقاني اللي بنى مصر كان شهم وجريء وشهمته عجباني اللي بنى مصر كان صنايع شاطر بيحب صنعته ساحر وحاوي اللي بنى مصر كان أستاذ ومتعلم وفيلسوف وحكيم طبيب جراح يجرح وبيداوي اللي بنى مصر كان فارس شجاع بيحبها ولأجلها بيضحي بالعزيز والغالي هم دول ولاد مصر عشقها وحبايبها ومصر دايما هتبقى فوق في العلالي اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي عاشق وغاوي حكايات المحروسة يحكيها لكم خضر إسماعيل. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هتحكي لنا إيه النهاردة يا جدو؟ ودائما مع حكايات المحروسة والشاعر خضر إسماعيل. اتفضل يا أستاذ خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أهلا يا محمد، وأهلا بالسادة المستمعين والمتابعين والمحبين، أحبائي حبايبي الصغيرين والكبار، أحبائي جميعا. النهاردة هكلمكم عن شخصية نادرة، عن إنسانة جمعت صفات عديدة، إنسانة استطاعت أن تكون امرأة فتملأ قلب رجلها حبا ويتيم بها، واستطاعت أن تكون ذكية لماحة قادرة فحكمت وقادت البلاد. امرأة ذكية قوية جميلة، امرأة شغلت العالم حديثه وقديمه
وانشغل بها الكتاب والمفكرين وكتاب التاريخ إعجابا وتقديرا بشخصيتها وبمكانتها وبأعمالها. هي شخصية فريدة بحق، مميزة فعلا، امرأة حينما تنسب إلى عالم النساء فإنها تزين هذا العالم وتكون على رأس هذا العالم جمالا وفتنة وذكاء وسلطانة، أيضا سلطان حاكمة. نحن نتحدث اليوم عن شجر الدر. وحد هيقول لي لا أنت بتقول غلط، هي شجرة الدر. أقول له لا، هو الاسم الحقيقي ليها اسمها الصح شجر الدر، اللي الصالح أيوب لقبها بيه هو شجر الدر. شجر الدر هو شافها الصالح أيوب، افتتن بيها، أعجب بيها وبذكائها وبجمالها، فاشتراها وحباها وبقت ملك يمينه، لكنه قربها منه وأصبحت زوجته، تزوجها وبقت أحب النساء إليه، إلى الصالح أيوب. شركته الحلوة والمرة لدرجة إنها شركته في الاعتقال لما اعتقل في الكرك. شركته الحلوة وشركته المرة. أحست بنفسها مع الصالح أيوب اللي خدها من النكران إلى العلن وإلى العلم، ورفعها بقدر وبمنزلة وبمكانة ما كانتش تحلم بيها. خدها من امرأة مجهولة النسب ليجعلها في وقت من الأوقات سلطانة وحاكمة. لمن؟ لمصر أيضا، مصر المحروسة، مصر بمكانتها وحضارتها وقوتها وشعبها، مصر الكبيرة. صارت شجر الدر سلطانة لمصر في ظل حكم الصالح أيوب. الصالح أيوب اللي هو من الدولة الأيوبية، ويعتبر بالنسبة لنا هنا في مصر هو آخر السلاطين الأيوبيين. تجلت عبقرية وعقلية وذكاء وفطنة شجر الدر في المحن. زي ما قلنا اعتقلت معها في الكرك، فشاركته المحنة، فلابد كان يشاركها الايه؟ المنحة. لازم يبقى لها منحة منه، وقد كان. ثم تتجلى عبقريتها وتتجلى ذكائها ويتجلى أمر آخر، وهي حبها لمصر كوطن، حبها لمصر كشعب وكوطن. يتجلى ذلك جليا في الحملة الفرنسية اللي جت على دمياط والمنصورة اللي قادها لويس التاسع. أثناء المعارك، والمعارك دايرة، مرض الصالح أيوب، وبمرضه تأثر بمرضه ووفاته المنية، مات في أثناء المعركة. فما كان من السيدة شجر الدر برغم عشقها لهذا الرجل اللي هو الصالح أيوب، إنه راجلها اللي رفعها واللي أنجبت منه ولد اسمه خليل، ولذلك هي الملقبة بأم خليل. كانوا لما تيجي تسأل عن شجر الدر تقول لك مين هي شجر الدر؟ يقول لك أم خليل. مين خليل ده؟ ولدها الذي أنجبته من الصالح أيوب، وكان يلقب بالمنصور. إلا أنها برغم هذا الحب وهذا العشق ورغم فداحة الموقف وفداحة وخسران الحبيب والصديق والملك،
وفاته إلا أنها تمالكت نفسها، شأنها شأن الكبار، شأن الحكام والسلاطين، لذلك هي استحقت أن تشغل العالم قديما وحديثا. فتكتمت الخبر وأمرت من حولها بأن يكتموا الخبر. كانوا 2 بس اللي عارفين الحكاية، وأمرتهم بأنهم ما يقولوش، ما يتكلموش. ودارت المعركة، وفي أثناء المعركة كل ده بيتجلى شخصية شجر الدر، ومدى ذكائها، ومدى قدرتها، ومدى تحكمها، ومدى فهمها للسياسة كسياسية بارعة وقائدة محنكة. وهي في هذا الحال تسرب للفرنسيين من الحملة الفرنسية وفاة الملك. فلما تسرب للحملة الفرنسية وفاة الملك، كان لابد انها تاخد اجراءات وقائية، كل اجراء منهم يدرس، حاجة عايزة تقف قدامها وتقول ايه العقلية الجبارة دي. في وسط الحرب والملك ميت تطلب تجديد البيعة للصالح أيوب للملك، وتأخذ البيعة له وتجددها، ثم تعين ابنه طوران شاه، ابنه من زوجة أخرى، تعين ابنه من طوران شاه وتدعو له أن يكون وليا للعهد، وتاخد له البيعة برضه من المماليك. شوف الذكاء، شوف التفكير، شوف الوعي والإدراك السياسي المحنك، والوعي والإدراك العسكري أيضا. بتشد من أزر الجنود من غير ما حد يعرف، بترفع الروح المعنوية للناس من غير ما حد يعرف. ثم تعين طوران شاه وليا للعهد، وتجدد البيعة للصالح أيوب في عز الحرب. ثم يبدأ بقى الفرنسيين يستغلوا الفرصة، فخلاص فقالوا يلا نهجم من دمياط ننزل على المنصورة. وكانت معركة المنصورة الشهيرة، ودخلوا الصليبيين المنصورة وما خرجوش منها، وتحول شعب المنصورة كله إلى مقاتلين في شوارع المنصورة يقاتلون، وميزوا نفسهم عن الجيش وعن الفرنسيين بأنهم لبسوا خوذات بيضاء. الشعب بتاع المنصورة دخلوا الشوارع. الغريب بقى والعجيب اللي احنا لسه بنتكلم على شخصية شجر الدر وروعتها في اتخاذ قرارات تولية ولي العهد وأخذ البيعة له وبيعة للصالح أيوب، وفي نفس الوقت يبان بقى الوجه الآخر، وجه الجهاد والكفاح وحب الوطن. إنها تخرج بنفسها تشجع أهالي المنصورة على قتال الفرنسيين، يعني تقاتل بنفسها. طبعا غير أباها بما ممكن أن يصيبها من مكروه أو مش مشكلة. المشكلة عند شجر الدر هذا الوطن الذي ضمها بعد تشرد، وعزها بعد ذل، وجعلها سلطانة، فأحبته، فكانت تدافع عنه دفاعا مريرا. حتى يقول لي الله وانت جبت منين يا عم خضر الكلام دون عن شجرة الدر وحبها؟ الأفعال تبين ما في القلوب. فعلك يبين انت ايه. فعلها هو اللي قال لي كده، قال لا ازاي يعني واحدة تنزل في شوارع المنصورة تقاتل مع شعب المنصورة وما تكونش بتحب المنصورة، ما تكونش بتحب مصر، ما تكونش بتحب مصر والمنصورة وقتها يعني ما زالت كان اسمها جزيرة الورد لغاية الوقت، جزيرة الورد، لأن الملك الكامل هو اللي سماها بجزيرة الورد. ولكن السيدة شجر الدر بما لها من شخصية فريدة فعلا تستحق انها يعجب بها الناس والناس تتكلم عنها وتقول مين هي شجر الدر دي شوف بقى عملت ايه. ثم تضع الحرب اوزارها خلاص، ويعلن الانتصار، ويتم اسر اللويس التاسع وهو اسره في بيت ابن لقمان، وتنتهي الحملة
على ما فيش. وتتولى بعد وفاة السلطان صالح أيوب، يتولى توران الحكم. ولأنه توران كان فاسد غير صالح للحكم، بدأ يلطش فيها ويهاجمها ويطالبها بمال أبوه، سابته وراحت القدس برضه مفيش فايدة. المهم بعد كده خبط في المماليك، فراح جاي فخر الدين أقطاي قتله وتخلصوا منه. وبعد كده المماليك كلهم بيعوا شجر الدر كسلطانة لمصر، وحكمت شجر الدر مصر. وكانت فطرة جيدة الناس كلها بتحكي بيها، بدأت تشوف البيت المصري محتاج ايه، دورت بقى على المشاكل اللي داخل الوطن تحلها وتعملها وتوقفها على رجليها، وبقت تاخد قرارات، وكانت صارمة وحازمة قاطعة في كل هذه الأشياء. ونعم الوطن بحكم جيد، وكانت لا تأخذ قرارا مستبدا أبدا، كانت لما تيجي تأخذ قرار تأخذ مجلس الحكم وتبقى في شورى وتسمع الآراء والكلام، كانت جيدة جدا. إلا إن هذا لم يدم طويلا، فبدأت المعارضة، وبدأ آل أيوب اللي موجودين من آل أيوب في سوريا يقولوا إزاي امرأة تحكم مصر. وبرضك بدأ هذا الكلام من العباسيين، يقول لك إزاي امرأة تحكم مصر، والعز بن عبد السلام رأي الدين إزاي امرأة تحكم مصر. والمصريين غضبوا وعملوا مظاهرات، والدنيا قامت ما قعدتش إزاي امرأة تحكم مصر. ونرجع مرة تانية وتالتة وعشرة لذكاء وفطنة وعقل شجر الدر. إزاي تطفئ هذه الثورة؟ إزاي تقضي على هذه الفتنة؟ قالت خلاص مش مشكلة، أتزوج من حد. فتزوجت من عز الدين أيبك، واشترطت على عز الدين أيبك إن هو ملوش علاقة بامرأته الأخرى ولا ابنه المنصور علي ده ولا أي حاجة، وإنه ما يجيبهمش كمان، ما يقعدوا في مكانهم زي ما هم موجودين وخلاص على كده. عز الدين أيبك الملقب بالملك المعز أو السلطان المعز عز الدين أيبك، بعد فترة من الزمن أحس إن هو عايز يتخلص من شجر الدر. بعد ما تخلصوا من فخر الدين أقطاي عايزين يتخلصوا هو من شجر الدر، وعلمت شجر الدر بأنه عايز يتجوز أحد أبناء الحكام بتوع الشام اللي هو بدر الدين لؤلؤ، وكان بيعد العدة للزفاف، وهي علمت بهذا الكلام. وفي يوم من الأيام استقبلته في القصر استقبال جميل، أوهمته بأنه ما فيش أي حاجة أبدا، وقدمت له الاستقبال اللائق والرائع و ثم أغرت بعض غلمانها إنهم هو داخل الحمام يقتلوه في الحمام، وقتل عز الدين أيبك. وقالت الملك مات فجأة كده. يعني ده عملته شجر الدر انتقاما لنفسها ولكرامتها ولشخصيتها، لأن زي ما اتفقنا هي امرأة ليست سهلة، ليست بسيطة، برغم كل ما فيها إلا أنها امرأة، فهي غارت، والغيرة قاتلة في نفس الوقت. لم تكن غيرة مجرد عواطف، لكنها كانت غيرة أيضا على ما وصلت إليه. هي سلطانة، فلا يجب أن السلطانة دي يعني تهتز ويهتز وجودها ويجي غيرها يحتل محلها، مع أنها هي اللي رفعت عز الدين أيبك على الحكم على كرسي العرش. فقتل أيبك بالطريقة دي، قتل أيبك. طب الحل إيه بقى؟ المماليك هي حاولت تستميل المماليك ليها عشان يجلس أحدهم على العرش معاها ويتجوزها، لكنها فشلت في هذا. فالمماليك عملوا إيه؟ قبضوا عليها وسلموها لمرات عز الدين أيبك، لزوجة عز الدين أيبك، اللي خدتها في قصرها وجابت جواريها وخدوها في الحمام، زي ما بيقولوا الحمام الملوكي. هي كده التاريخ بيقول دي علقة بالأبايب في الحمام الملوكي، وضربوها
وقعدوا يضربوا فيها بالأبائيب لغاية ما ماتت، ثم شالوها ورموها من سور القصر، وظلت جثتها أيام بره القصر. يا سبحان الله، اللي يشوف النهاية دي الأليمة والمؤلمة والمزرية ما يتخيلش ان ممكن كانت تكون دي نهاية شجر الدر. لكن برغم كل اللي بنحكيه وبنقوله عن نهايتها وعن وفاتها، تظل شجر الدر امرأة تشغل القديم والحديث، تشغل المؤرخين وتشغل الكتاب وتشغل حتى الشعب نفسه. شعب مصر ما زال مشغول بشجر الدر حتى اليوم. امرأة ستبقى دائما أبدا من النساء القلائل التي جلسن على عرش مصر من النساء، وتظل امرأة ينظر إليها التاريخ والناس والشعب المصري بالكثير من الحب ومن التقدير. سلاما شجر الدر مع الخالدين، ويفنى الكل وتبقى الجميلة الحبيبة مصر. إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد فاضت عن الأطواق. موعدنا معكم إن كان في العمر بقية مع حديث آخر وحكاية أخرى من حكايات المحروسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وكان 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 وياما ياما كان وكان وكان وياما ياما كان جنة البلدان تاج راس الزمان مليانة حكاوي. كان وكان وكان وياما ياما كان جنة البلدان وتاج راس الزمان مليانة حكاوي. راح يحكيها جدي وتقولها لي ستي ويرددها الزمان. راح يحكيها جدي وتقولها لي ستي ويرددها الزمان. وكان 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 وياما ياما كان في كل يوم جدي يحكي لنا حكاية حلوة ولا الأحلام حلوة ولا الأحلام. وكان 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 وياما ياما كان وكان 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 وياما ياما كان. حكايات المحروسة يحكيها لكم خضر إسماعيل.